يا أحباب، ولاية أهل البيت والبراءة من أعدائهم أساس في الإيمان. لا يكمل إيمان العبد إلا بولاية محمد وآل محمد والبراءة من أعدائهم. لأني إذا كنتم تفهموا بأن الولاية هي حب آل البيت ومدحهم، هذا لم يختلف عليه اثنان على وجه الأرض. حتى الوهابية الأنجاس ما بيقولوش إن احنا بنكره آل البيت، يقول لك احنا بنحب آل البيت. كل يدعي حبه، الكل. ومدحهم قد انتوا ما حدش مدحهم قد الصوفية. ليل نهار بيمدحوا فيهم ويطبلوا ويمدحوا. إنما هي المشكلة كلها في البراءة من أعدائهم. احنا عندنا كلمة التوحيد مكونة من نفي وإثبات. لا إله إلا الله. مولانا أبو عبد الله الصادق سأل أبو حنيفة يقول له: ما قولك في كلمة نصفها كفر ونصفها إيمان؟ قال له: لا ما أعرف. قال له: لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. كذلك ولاية أهل البيت مكونة من ركنين أساسيين: ولايتهم والبراءة من أعدائهم. ما تبرأتش من أعدائهم لو صليت. السنية بيصلوا صلاة طول الليل، يصلوا ويقروا قرآن وأحاديث، ويوم القيامة إلى جهنم وبئس المصير. ليه؟ لأن القاعدة الأساسية يوم القيامة: هل واليت لي وليا أو عاديت لي عدوا؟ هي دي القاعدة الأساسية، أن توالي أولياء الله وتعادي أعداء الله بس. وإذا مبدأ يا أحباب، أولا احمدوا الله كثيرا واشكروه أن من عليكم بولاية أمير المؤمنين علي. الحمد لله على نعمة الولاية، نسأل الله أن يثبتنا عليها بحق محمد وآل محمد. ونحن في ذكرى أبي عبد الله الحسين يجب أن ننظر إلى التاريخ نظرة ونرى ماذا